هو واقع التعليم القرآني في الجزائر وما تحدياته وآليات تفعيله لتكوين وعي ديني لدى شبابنا ولمجابهة مختلف المخاطر والآفات الاجتماعية والأخلاقية؟ دعونا نتحدث أكثر في الموضوع بعد الفاصل. يسعدنا مشاهدينا الأفاضل أن يكون معنا في البلاطو كل من الأستاذ كمال منصر، إمام أستاذ ومعلم قرآن بمسجد الشيخ سعدوني أورلال ولاية بسكرة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، مرحبا. الله يحفظك. الله فيك. كذلك مشاهدينا الأفاضل يحضر معنا الطالب أمين خليفة، وهو طالب أيضا بإحدى المدارس القرآنية بولاية بسكرة، نفس المدرسة هي مدرسة سعدوني أورلال. أمين خليفة وهو متوج أيضا في مسابقة مزامير داود المنظمة من قبل جامعة بسكرة. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك الأخت. كذلك مشاهدينا الأفاضل يحضر محمد راهم، وهو كذلك طالب من طلاب المدرسة القرآنية الشيخ سعدوني أورلال. أهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك. صهيب خرشي، أهلا وسهلا بك، وهو كذلك طالب بالمدرسة القرآنية. أهلا بذات المدرسة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم، جيتونا من ولاية بسكرة. هكذا بلدية أورلال. نعم أورلال. نعم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الناس بسكرة. أبدأ بك سيدي الكريم الأستاذ كمال منصر. نتحدث عن التعليم القرآني في الجزائر. اليوم أكيد للمدارس القرآنية دور بارز وكبير إبان الحقبة الاستعمارية، وأيضا في تاريخنا عندما نتحدث عن طلبة مازونة الذين أنقذوا أو الذين دافعوا عن ولاية وهران ضد العدوان الإسباني. كذلك نتحدث عن طلبة الزوايا وطلبة الذين شاركوا في المقاومات الشعبية، طلبة المدارس القرآنية كذلك والكتاتيب الذين كان لهم دور بارز في الثورة التحريرية. نتحدث كذلك اليوم عن واقع التعليم القرآني في الجزائر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بداية شاكرا لكم هذه الاستضافة للحديث عن واقع التعليم القرآني وما هو الصعوبات وما هي الصعوبات التي تواجهه في وقتنا الراهن. حقيقة نستطيع القول أننا نعيش عصرا ذهبيا في الجزائر في مجال التعليم القرآني لما نراه في المدارس القرآنية. صحيح. والجمعيات الخيرية والإقبال وإشراف الوزارة الوصية ومن خلال المديرية الشؤون الدينية على التعليم القرآني على أن يكون في كل ربوع الوطن. ونحن مقبلون على فترة الصيف، هذه الفترة التي تصبح فيها المساجد كأنها خلايا النحل. يقبل الطلبة، يقبل الصغار والكبار على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى من أجل اغتنام هذا الوقت، وقت الصيف، من أجل ألا تضيع. وحقيقة مؤخرا قد أطلقت الوزارة الوصية حملة ضد الآفات الاجتماعية والمخدرات. فنحن استقطاب الأبناء إلى المدارس القرآنية نحن نجابه ونواجه هذه الظاهرة من خلال إسهاما فاعلا في مجابهة كل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، من خلال ملء الفراغ ونترك الفراغ للطلبة فيقبلون على المدارس القرآنية. حتى نلحظ أنه في قضية التراخيص لمعلمي القرآن في فترة الصيف تكون فيه استثناءات، تكون فيه تراخيص استثنائية لا يراعى فيها شروط كبيرة مثل الذي يدخل كموظف أستاذ تعليم القرآني. في الصائفة يكون فيه استثناءات، يكون فيه تسهيلات من أجل أن تنجح هذه العملية ومن أجل أن تسير بوتيرة طيبة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. النتائج يعني الآن تجاوزنا المليون تقريبا متمدرس في المدارس القرآنية، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وما نراه يعني في أئمة التراويح مؤخرا في رمضان، الحدث الذي صنع في كثير من المساجد ما هو إلا دلالة على أن الثمار قد أينعت وأن الجهود سنوات طويلة قد بدأت تثمر بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله جل في علاه. نعم الحمد لله. كذلك تحدثت قلت اليوم يعني في فصل الصيف يزداد الإقبال من قبل الطلبة ومن قبل الأطفال على المدارس القرآنية لحفظ القرآن الكريم. صحيح يعني في شهر رمضان الفضيل وكذلك في فصل الصيف يزداد الإقبال، لكن سرعان ما يتراجع في بعد نهاية فصل الصيف أو بعد نهاية شهر رمضان. وللأسف يعني الأولياء أكيد يساهمون أو هم الذين يساهمون في
عدم تشجيع الأبناء على مواصلة حفظ القرآن الكريم طوال العام، وهذا هو الأصل. يعني لابد دائما من أجل تكوين وعي ديني لدى شبابنا ولدى الناشئة، ومن أجل كذلك إعداد جيل متشبع بقيمه وبمقوماته الدينية، لابد أن نركز أكثر، ولابد كذلك أن نهتم بالتربية الروحية وبالتربية الإيمانية طوال أيام السنة، أليس كذلك؟ الأصل في القرآن الكريم أنه ليس للصيف فقط، وهذا يخطئ كثير من الأولياء وكثير من الأبناء، أنه إذا ما جاء الصيف ينتسبون إلى المدارس القرآنية، ثم مع ذهاب الصيف ينقطعون، وهذا خطأ. هذا الذي يسير بهذه الوتيرة لن يصل، الذي ينقطع ويتصل ينقطع ثم يرجع، هذا لا يصل ولن يصل إلى حفظ كتاب الله، ولن يتأدب بآداب القرآن الكريم، لأن القرآن قرآن السنة، قرآن العمر، بل ليس قرآن السنة فقط. فهذا يكون فيه شيء من نستطيع أن نسلط الضوء على سببه، هو عدم معرفة الأولياء لقيمة تعليم القرآن للأبناء. يظنون أن القرآن قد يعطلهم عن الدراسة، وهذا خطأ. فالقرآن قال فيه الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن ما حل مكان إلا وكانت فيه البركة، إلا وعمته البركة، إلا وشملته البركة. فمخطئ من يظن أن القرآن الكريم يعطل عن الدراسة. لذلك نجد كثير من الأبناء ينقطعون، ولكن ما نراه عمليا وبلغة الأرقام ربما ما نقول عنه أنه سبب في انفصال الدين أو تعاليم القرآن الكريم وتعاليم ديننا الحنيف عن الحياة. نعم، يظنون أن الذي يعيش بالقرآن إما أن ينزوي وينقطع عن الحياة ولا يكون، والقرآن الكريم جاء لينظم جميع مناحي الحياة. جيد. فالأصل في المتعلم القرآن الكريم أو طالب القرآن الكريم أن يكون ناجحا في جميع المضامير وجميع الميادين التي يكون فيها. إن كان في الدراسة تجده متفوقا، إن كان في الرياضة تجده متفوقا، إن كان في أشغاله اليومية تجده متفوقا. كل هذا يستلهم ويستفيده من القرآن. نعم، نتائج البكالوريا لاحظنا أن المتفوقين المراتب الأولى في شهادة التعليم المتوسط كذلك، شهادة التعليم الابتدائي، لاحظنا أن طلبة القرآن الكريم يكون لهم السبق ويكون لهم التفوق. صحيح. وهذا من فضل الله. الحمد لله. انتقل إليك أمين خليفة، وأنت قد فزت سابقا بجائزة مسابقة مزامير داود المنظمة من طرف جامعة بسكرة. حدثنا عن هذه المسابقة وعن مشاركتك. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي البداية كانت هذه المسابقة يعني مسابقة كبيرة جدا، يعني في طبعتها الثانية. كانت في طبعتها الأولى يعني غامضة، لم يكن يدري بها كثير من الطلبة، لكن في طبعتها الثانية لاحظنا مشاركة كبيرة، يعني قرابة 500 مشترك. كانت المنافسة شديدة، يعني 500 مشترك من كل الكليات، يعني ما شاء الله، سواء الإناث سواء الذكور. وشاهدنا أيضا يعني مستويات جيدة كما قال شيخي، يعني ثمار قراءة القرآن وثمار يعني متابعته من طرف المشايخ. لاحظنا أنه مستويات ارتقت عما كانت سابقا، سواء بالنسبة للأنثى سواء بالنسبة للذكور. فكانت مشاركة قوية بالنسبة للإناث يعني، وهذا كان جيدا جدا يعني ملاحظ على الطبعة الأولى. نعم، جيد. كذلك محمد دراهم، وأنت كذلك طالب في المدرسة القرآنية مدرسة الشيخ سعدوني أورلال. نتحدث عن أهمية حفظ القرآن الكريم، وكذلك اليوم خاصة عندما نتحدث عن تحديات الشباب، اليوم هناك إلحاد وغير ذلك. نتحدث عن أهمية التربية الروحية، أهمية كذلك التربية الدينية في تكوين وعي ديني ووعي ثقافي، يعني الثقافة الإسلامية وغير ذلك، من أجل مجابهة مختلف التحديات التي تهدد شبابنا اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول عن أهمية القرآن الكريم، له أهمية روحية وإيمانية أكيد. أيضا كبيرة. نعم، فأنا مقترب من شيخي حفظه الله، نسأل الله أن يحفظه الله، فهو الداعم الروحي، الداعم الروحي إلي، وهو الناصح وهو الواضع للبلدة، البلدة جميعا. ندرس في المدرسة القرآنية أيضا، فيوجد عندنا طلبة ثاني ما شاء الله يقرأوا
نعم مهم جدا. كذلك صهيب، أهلا وسهلا بك صهيب خرشي هكذا، وأنت طالب في شهادة تعليم متوسط. ما شاء الله، الله يبارك. مقبل على شهادة إن شاء الله. ما شاء الله. صهيب، وأنت طالب في هذه المدرسة، نتحدث كذلك عن ما هي الإضافة الإيمانية والإضافة الروحية والإضافة في حياتك التي اكتسبتها من خلال التحاقك بالمدرسة القرآنية، وكيف توفق أيضا يعني بين التزامك بدراسة أو بحفظ القرآن الكريم وأيضا بالواجبات المدرسية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عليه الصلاة والسلام. فنستطيع أن نقول أن القرآن الكريم يسير لنا أمورنا في الدنيا، ونستطيع أن جيد. ونستطيع به أن نرتقي مراتب عليا، نعم، ونستطيع أن نوفق ونساعد بين الدراسة. شبابنا على الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه. نعم. نعم. هو في الأصل الدين هو منبت الإنسان. نعم. نحن ما خلقنا الله، ومن خلق الدين الله. كل شيء في هذه الحياة مخلوق من الله. فالقرآن هو القاعدة الأساسية لبناء أي نشأ. فالعلوم التي نكتسبها الآن هي علوم تساعدنا في الحياة، أما الدين يساعدنا في الحياة، يساعدنا يوم الآخرة. نعم. الدين مكمل للحياة، فلا حياة من دون دين. أقول وفي الأخير نعم أن القرآن هو أساس لكل شيء. يعني أي شخص يريد أن يفعل أي شيء يتمسك بالقرآن، يستعين بالقرآن. فما دام خالقنا الله والذي أنزل القرآن هو الله، فلا نسأل أسئلة أخرى يعني. نعم. كذلك أنتقل إليك الأستاذ الكريم كمال منصر، عندما نتحدث من أجل تجسيد تعاليم ديننا الحنيف الآيات في القرآن الكريم في حياتنا العملية، هل لابد أن ننتقل من طريقة التعليم القرآني من حفظ فقط ومن ترتيل إلى الفهم والتدبر كذلك؟ نعم، وهذا هو بيت القصيد كما يقال، لأن القرآن الكريم لم ينزل فقط للحفظ، وإنما أنزل ليعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا الشاب يعني فيه اختلافا أو الطالب كثيرا. نعم، طالب القرآن حتى يقرأ كتاب الله المسطور، كتاب الله، وأيضا يشاهد عندما يقرأ الكون، أيضا عندما يتأمل في جماليات الكون وفي ضخامة وشموخ الأشجار والغابات وغير ذلك. وهذا الذي ينبغي لمعلمي القرآن أن يفعلوه أثناء عملية التعليم القرآني. لا ينبغي أن يكون همهم تحفيظ القرآن الكريم كحروف فقط، وإنما كل ما وقف عند آية من الآيات وصل إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يسأله: كيف حالك مع والديك؟ هل قبلت يديهم اليوم؟ هل تكلمت معهم بكلام طيب؟ إذا وصل إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يسأله عن حياته الدراسية، كيف هو في شهادته، كيف هو في مجال الدراسي. كل ما يقف مع آية من آيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يسقطها على الطالب، يحثه عليها، يفعل فيه التدبر، لأن التدبر هو المقصد من إنزال كلام الله سبحانه وتعالى. لا يظن النظام أن القرآن أنزل ليحفظ، فقد حفظ وهو موجود في المصاحف وموجود على الأشرطة، ولكن نريد أن نكون كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. هذا الذي نريد أن يخرج الجيل بهذا النفس. ولعلي أعطف على ما قلت منذ قليل في قضية دور أثناء الثورة. القرآن الكريم حفظ بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة الطيبة، هذه البلدة المجاهدة، هذه البلدة التي تعرف ببلد الشهداء. حفظ القرآن الكريم فيها أثناء الثورة وفي أزمنة متأخرة وإلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود الزوايا والمدارس القرآنية التي كان لها فضل عظيم في المحافظة على هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، كذلك المدارس القرآنية تخرج يعني أعداد كبيرة من الحافظين والحافظات للقرآن الكريم ولكتاب الله، لكن اليوم كيف يمكن أن نستثمر في هكذا كفاءات حافظين للقرآن الكريم، وكيف يمكن أن يعني مثلا محمد أمين خليفة تحصل ومتوج في مسابقة مزامير داود، لابد يعني عند تكريم الفائزين في مثل هذه المسابقة
المسابقات أن ترافق هذه التكريمات رؤية واضحة للاستثمار في هكذا شباب. نعم، هذا مطلب مهم جدا لكي لا تضيع الطاقات ولكي لا تذهب الجهود هكذا. يعني هنا أستطيع أن نفتح فيه قوس، هي قضية الصعوبات التي تواجه المتعلم، وأيضا الصعوبات التي تواجه المعلم وفي عملية التعليم القرآني. فالابن إذا ما وجد عناية فائقة، إذا وجد اهتمام بعد تكوينه بعد تتويجه، يفترض أن ينتقل إلى تطوير مستواه، تطوير من خلال ضبط القرآن الكريم، من خلال مثلا إتمام حفظه، من خلال الإجازة فيه، من خلال تفعيله في المجتمع. يكون له خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ينتقل من مرحلة التعلم إلى مرحلة التعليم من أجل أن يكون قدوة، ومن أجل أن يعلم الشباب ما تعلمه من خير. نعم، كذلك عندما نتحدث باعتبارك أستاذ ومعلم القرآن الكريم، نتحدث كذلك عن الوسائل التي يعتمد عليها المعلمون في تعليم القرآن الكريم. نتحدث عن الوسائل التقليدية وعن الوسائل الحديثة اليوم كذلك مع مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الجديدة. هل ترى أنه لابد أو أضحى من الضروري مواكبة هذه الوسائط ومواكبة هذه التكنولوجيا لمرافقة هؤلاء الشباب، شباب مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هذه الثورة التكنولوجية فرضت نفسها، وبالتالي علينا كذلك استغلالها في محتوى هادف وفي تلقين القرآن الكريم. هذا لمسناه أيضا في ما نعيشه، لمسناه اغتنام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مثلا المقرأة الوطنية، مقارئ الوطنية مثل التي اعتمدتها وزارة الشؤون الدينية أثناء الوباء من أجل أن لا ينقطع الطلبة على المدارس القرآنية. أيضا من بعض المؤسسات الرائدة في المجال التعليم القرآني في الجزائر مثل مؤسسات النهضة بالقرآن الكريم، والتي أتشرف بالانتساب إليها وكوني عضو في الإدارة الوطنية مسؤول قسم التدبر فيها. فهذه اغتنموا، بعض الجمعيات أيضا اغتنموا من خلال تطبيقات الزوم، تطبيقات حتى بعض الوسائل التواصل، من أجل أن لا ينقطع الطلبة عن التعليم، لأنه لا ينبغي أن نعيش سنة 2023 بوسائل سنة 2023. أن تكون الحلقة جذابة للأولاد، لا أن يكون التعليم روتيني مثل ما كان سابقا. ذلك زمان عاشوا فيه وتعلموا بالوسائل المتاحة. أما الآن ما دام أن الأمر قد تطور، أصبحت فيه الهواتف وأصبح فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الوسائط هي يجب أن نتفاعل معها. غيرنا يستعملها فيما لا يفيد. فحري بنا كما الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فإن وجدها فهو أولى بها. فكذلك هذه الوسائل ينبغي الاستفادة منها وينبغي تفعيلها في الحلقات القرآنية. يعني غريب أن تجد مثلا تدخل إلى مدرسة قرآنية أو مسجد وتجد أن المعلم لا زال يستعمل وسائل تقليدية، وسائل قد مضى عليها الزمان. يفترض يستعمل الشاشة، يستعمل الجهاز، يستعمل الصوتيات، يستعمل أمور حديثة تجعل الحلقة جذابة. يأتي الطالب حتى في الأجانب عندهم جملة يقول لك enjoy learning، استمتع بالتعلم. يفترض أن يتعلم ويستمتع الطالب بالتعليم، يأتي إلى الحلقة القرآنية راغبا، ليس رهبة، يأتي رغبة. هنا حينما يجد الحلقة تعيش عصرها، الحلقة ذات تطور، عندها مستوى معين، يأتي إليها رغبة، لا يأتي إليها وهو مكره، يأتي إليها وهو لأنه عنف من أجل أن يأتي هذه الحلقة. فحري بنا أن نستعمل كل ما هو متاح من وسائل تكنولوجية قد وجدت في عصرنا. نعم، جميل جدا. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاواتكم. أبدأ بك أمين خليفة، تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. حسبك، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لك، ما شاء الله عليك. أنتقل إلى محمد راهم، تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حسبك، صدق الله العظيم. ننتقل الآن إلى صهيب خرشي، تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حسبك. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لكم. في الختام عندما نشاهد هكذا نجاحات محققة لطلبة القرآن الكريم ماذا تقول في الأخير؟ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله. نعم، هذا من سار على الدرب وصل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولهم جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الاستاذ كمال منصر، امام استاذ ومعلم قران بمسجد الشيخ سعدوني أولال ولايه بسكرة. شكرا جزيلا لك. كذلك اشكر كل من امين خليفه متوج في مسابقه مزامير داوود المنظمه من قبل جامعه بسكرة. شكرا جزيلا لك. شكرا لمحمد راهم أيضا طالب بالمدرسة القرآنية سعدوني أورلال من ولاية بسكرة. شكرا جزيلا لك. صهيب خرشي شكرا جزيلا لك، كذلك طالب في ذات المدرسة. شكرا جزيلا لكم. شكرا على حضوركم معنا مشاهدينا الأفاضل. شكرا على المتابعة. السلام عليكم.